الاهلي تحت شعار اتنين مش كفايه، التالت جاي حكايه، يفوز على بيراميدز بثلاثيه نظيفه في مباراه رائعه من لاعبي النادي الاهلي، وبعد انتقادات لاذعه من جمهور الاهلي للاعبي الاهلي في المباريات السابقه. لعيبه الاهلي بيجوا النهارده ويقولوا لا احنا موجودين، لا احنا فارق معانا الجمهور، لا احنا رجاله هنلعب بحماس وهنلعب على 3 نقط ومش هنضيع الاسيست اللي زهره الجنوب ادته لنا. طبعا ناس هتستغرب انا ايه اللي انا لابساه واللي طالعه بيه في الحلقه النهارده ده. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا من وانا صغيره من الافلام الكرتون اللي كنت بعشقها كان بكار. بصراحه من الحاجات بجد والله العظيم ما بهزر، بكار من الحاجات اللي اثرت فيا جدا وانا صغيره، وانا بعشق بصراحه كرتون بكار. فمحدش يفتكر ان انا كده ولا كده، لا لا، انا بس اعتزازا ببكار ويا ابو كف رقيق وصغير. انا بحب قوي الكرتون بصراحه، اعذروني، حابه ان انا اقضي الحلقه النهارده بالطاقيه دي. نتكلم بقى على المباراه والثلاث اهداف، والمباراه مشيت ازاي ما بين الاهلي وبيراميدز. طبعا بعد الماتشين اللي فاتوا، او مش الماتشين، الاربع ماتشات اللي فاتوا اللي النادي الاهلي تعادل فيهم 3 مرات وفاز مره في اخر دقائق على فاركو بهدف لمحمد شريف. طبعا الاجواء كانت لا منخفضه معنويا بالنسبه للاعبين النادي الاهلي. الجمهور قايم مش طبيعيه على لاعبي الاهلي، وهم كانوا يستحقوا ده لان كان في غياب للروح وللرجوله في الملعب من الاداره وكابتن محمد سراج الدين. طبعا بعد ما الجمهور كان ممتنع ان هو يروح المدرجات بسبب التعامل اللي بيحصل معاهم من قبل الامن، وان هم بيقطعوا لهم تيشيرتاتهم و74 يقطعوا لهم التيشيرتات، ومنعينهم ان هم يدخلوا باي ادوات تشجيع، وان هم ما بيدخلوش باعداد كبيره، وان هو ما فيش حق بالنسبه للجمهور الاهلي، مقابل ان في الناحيه الثانيه لا بيحصل كل شيء عادي بالنسبه للجمهور المنافس. طبعا كابتن محمد سراج الدين حل المشكله دي. لا الاهلي قدم ملحمه رائعه النهارده من كتير من لاعبي النادي الاهلي ان انا عايزه اتكلم عنهم النهارده، ولكن الناس هتستغرب لما يقولوا لي هو مين يا تقى مان اوف ذا ماتش. طبعا مان اوف ذا ماتش طبعا عمرو السوليه خدها وهو يستحقها بالهدفين ابو ليلى، الهدفين اللي احنا هنتكلم عليهم كويس قوي. ولكن يا جماعه صدق او لا تصدق، ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اطلع اقول حاجه زي دي. محمد هاني النهارده بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش. شفتوا ماتش بايرن اللي هو عامله، والماتشات ليه ماتشات كويسه محمد هاني. انا بالنسبه لي ده اكتر ماتش حسيت فيه محمد هاني بدا ينضج. اللي هو محمد هاني، لا ده محمد هاني يا جماعه بدا يخلي باله من التغطيات العكسيه. كام كره عدت، ولكن لا مركز، عامل كام عرضيه صح. انا حسيت النهارده احنا في نهايه العالم. شابوه يا محمد، اتمنى يا محمد ان دي تكون نقطه انطلاقه ليك من جديد، ما تبقاش ان انت واقف عندها ده الماتش اللي بتعمله كل موسم وخلاص بتركن عليه. لا اتمنى ان انت تستمر لان احنا محتاجينك. طبعا ده بجانب تالق اليو ديانج. اليو ديانج اللي كان موجود في كل حته في الملعب، بيغطي ناحيه اليمين، بيغطي ناحيه الشمال، موجود في قلب الملعب، تلاقيه دايما مع مصطفى فتحي اللي ما كانش بيعرف يلتفت بس حواليه من اليو ديانج. اليو ديانج دايما تلاقيه في التحولات الهجوميه. اليو ديانج هتشوفه في كل مكان. وتنسى حوار الاحتراف ده، هنحتكرك عندنا انت ومعلول، هتفضلوا كده عندنا، هنحنطكم عارفين اللي هو بعد حتى ما تخلصوا هنحطكم في النادي كده. وجودكم بس بالنسبه لنا بيساعدنا. 2 لعيبه رجاله دايما موجودين. طبعا لو هنيجي لعلي معلول، ده اللي بينطبق عليه الكوبليه بتاع احمد سعد، سيدي يا مدلع. بعد دلع ابو تريكه، ده اكتر دلع اتدلعته بقى في الاهلي بعد ابو تريكه. الدلع كله كان مع ابو تريكه، تيجي بعده علي معلول على طول. علي معلول النهارده اللي عمل الاسيست لابو ليلى. طبعا المباراه ابتدت والنادي الاهلي نزل ضاغط بيراميدز بشكل كويس جدا، ولكن واحده واحده بدا بيراميدز اللي هي تمسك كوره، بدا يبقى فيه استحواذ كويس جدا بالنسبه لبيراميدز، ولكن ما قدروش ان هم ينتجوا عنه باي شيء او باي اهداف. ولكن علي معلول كعادته يجي يقول للسوليه خد يا سوليه الدليفري ده، يجي السوليه وما يجليش. طبعا مباغته بالنسبه لاحمد الشناوي كانت مفاجاه، كانت سريعه وقويه جدا وبتفجر شباك احمد الشناوي عشان تعلن عن الهدف الاول للنادي الاهلي. طبعا فكرتني بليالي القاضيه. معلول السوليه الهدف الاول، كانت بصراحه لقطه جميله جدا. وبيجي السوليه وبيحتفل وبيطلع شنكار عليه صور بناته ليلى وصوفيا. طبعا نتمنى الشفاء العاجل لليلى، ربنا يخليها لك يا ابو ليلى. طبعا كانت اجرت عمليه ونتمنى لها الشفاء العاجل باذن الله. ولكن بتيجي بيراميدز وبترجع تفضل هي برضو تضغط على النادي الاهلي، هي اللي معاها الاستحواذ. ولكن بيراميدز طول الماتش عملت 10 محاولات على الجون، احنا 14 محاوله. عشان الناس اللي تقول لك ده الاهلي كسب حظ الله، مش ممكن حظ. 14 محاوله 10 محاولات، معاك ان الاستحواذ كان اغلب المباراه مع بيراميدز، ولكن عملوا ايه بالاستحواذ؟ وفي الاخر اللي بيسجل هو اللي يكسب. انا عجبني جدا النهارده ان احنا عملنا حاجه انا كان نفسي دايما ان احنا نعملها، ان احنا نتكالح قدام الفرقه اللي قدامنا. كان دايما ان احنا اي فرقه قدامنا احنا نفضل ماسكين الكوره، ولكن هم يروحوا بهجماتهم ويخلصوا الماتش. النهارده احنا عملنا العكس، ادينا لهم هم الكوره، لعبوا بالكوره يا حبايبي، ولكن احنا نروح بهجمات، احنا نخلص على طول. احنا اللي الكلاحه كانت سماتنا النهارده كنادي اهلي، وقدرنا ان احنا نخلص المباراه. طبعا زي قلت لكم محاولات بائسه من بيراميدز، ما قدروش ان هم يعملوا اي حاجه في المباراه.
مع وجود رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي، كل دول كانوا عطلانين امام النادي الاهلي وامام محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي الماتشات اللي فاتت ما كانش اداؤه كويس والجميع كان بينتقده، دي بالنسبه لي مباراه عوده لياسر ابراهيم، ولكن بالنسبه لمحمد عبد المنعم دي مباراه استمرار التالق بالنسبه لمحمد عبد المنعم. الماتشات اللي فاتت رغم انخفاض المستوى بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن قلت لكم محمد عبد المنعم من اللعيبه القلائل اللي شايلين النادي الاهلي واللي بيلعبوا برجوله في الملعب، فشابوه ليك يا محمد، وان شاء الله يتمنى لك انت كمان السلامه. تحس الاصابات دي لعنه على الاهلي اللي هو ما ينفعش يا جماعه نبقى ماشيين بسكواد كامل كده، لازم يبقى فيه حاجات ناقصه. طبعا كمان كريم فؤاد اتصاب، ربنا يشفيك يا كريم، ربنا يشفيك يا اكرم، ربنا يشفيك يا كريم، ربنا يشفيك يا طاهر، ربنا يشفيك يا محمد يا عبد المنعم، ربنا يشفيني، ربنا يشفينا والله على بيحصل فينا ده. انا مش عارفه ايه ده كله سببه ايه. اذبحوا يا جماعه، في حاجه مش طبيعيه في الاهلي. زي قلت لكم قدروش ان هم يعملوا حاجه، كانوا بيلعبوا دايما على المساحه اللي ورا علي معلول وراحوا بيها بكذا هجمه، ولكن عدت على خير. وكمان الشناوي كان حاضر في مباراه النهارده. هو يا جماعه سؤال، هو عشان تلعبوا حلو ولازم نضغطكم؟ يعني انتوا الضغط كان باين عليكم النهارده. المفروض انا كمشجعه ابقى متضايقه ان لعيبتي يعني احنا حاطين عليهم ضغط كده، ولكن والله انبسطت لان انتوا ما بتلعبوش غير كده. عايزين بقى الماتشات الجايه كلها نفس المنوال، ماشيين على نفس المنوال، مش عايزين نقع تاني. طبعا كل اللعيبه النهارده معظمهم كانوا كويسين، ولكن محمد مجدي قفشه زي ما هو انخفاض في ادائه، انخفاض في المستوى، مش موجود. محمد مجدي قفشه دماغه اصلا مش موجوده معانا في الملعب ولا اداؤه موجود. فين قفشه؟ انا ما اعرفش. هتيجي امتى يا قفشه؟ انت حطيت نفسك في حوارات مع جمهور الاهلي اللي بيدخل فيها ما بيعرفش يخرج، ونادرا لما بيعرف يخرج. حاول ان انت ترجع لنفسك كده ولذهنك من جديد وادائك، لان احنا محتاجينها جدا الفتره الجايه. لكن بندخل الشوط الثاني وزي ما قلت لكم بيراميدز هي باستحواذها، ولكن بيراميدز ما بتعملش اي حاجه بالاستحواذ. ويجي حسين الشحات اللي نزل بديل لكريم فؤاد، حسين الشحات اللي بقالي كذا ماتش بقول لكم من اللعيبه الرجاله اللي في الملعب اللي بيعمل اللي عليه. لا، حاسه الشحات فايق، حاسه الشحات عايز يعمل حاجه في الملعب، فبيجي الشحات وبيحط الكوره على الكورنر ومن ضربه ثابته وبيجي ويعمل الركنيه عشان تروح على دماغ ابو ليلى اللي تسلم لنا راسك يا ابو ليلى، وبيقول لا انا مش هكتفي بجون، انا هحط جون كمان، وبيحط الجون الثاني بدماغه. شخصيه رائعه من عمرو السوليه، وبيروح وبيحتفل مع الجمهور النهارده اللي كان مقدم ملحمه قويه جدا في ارضيه الملعب وما سكتش ولو لثواني، كان دايما بيهتف، وده عاده يعني جمهور النادي الاهلي، وبيحرز النادي الاهلي الهدف الثاني عشان بيقتل امال بيراميدز واحده واحده، وخلاص بيبتدوا ان هم يفقدوا الامل في المباراه. لكن بيراميدز برده رجعت وحاولت ان هي تسجل في شباك النادي الاهلي، ولكن بقت كل محاولاتهم بالفشل عشان يجي النادي الاهلي. وفي اخر الدقائق كعاده النادي الاهلي حسين الشحات من وجبه مرتده، قصدي هجمه مرتده، بيجي ياخد سبرنت وبيشوط الكوره طبعا بعد احمد سامي لما كان لينا ركله جزاء والكوره جت في ايده وخارج نطاق جسمه، والحكم البولندي مش عارفه يعني ازاي ما حسبهاش والفار كان فين، ولكن بيجي يقول لنا ما تزعلوش والله ادي الكوره اهي، ويحط الكوره في شباكه. طبعا مباغته بالنسبه لاحمد الشناوي، وبتدخل الكوره في شباك بيراميدز عشان تعلن عن الهدف الثالث للنادي الاهلي، وثلاثيه رائعه امام بيراميدز. طبعا ليالي الاهلي مع بيراميدز من ليالي مميزه بالنسبه لجمهور الاهلي ومن الليالي المهمه جدا. فوز مهم قوي، فوز توقيته مهم قوي، فوز كان مهم ان انت لا مش هتضيع الاسيست بتاع اسوان، ظهرة الجنوب اديتك الاسيست انت تحط في الجون على طول، هي دي سمه النادي الاهلي دايما. الف مليون مبروك لجمهور الاهلي اللي يستحقوا الفوز النهارده، وعفوا لاصحاب الطموح اللي كان نفسهم النهارده ان هم يكسبوا. فبقول لكم روحوا ناموا بتحلموا بصوت ياسر ابراهيم يعني اعتبروا ياسر ابراهيم هو اللي واقف بيقولها لكم النهارده. ولكن بعد بقى ما خلصت مباراه النادي الاهلي حابه اتكلم في قصه جميله قوي حصلت كده امبارح. حد هيفكر هتكلم عن المباراه؟ سيبك من الزمالك اصلا، مباراه ايه؟ المباراه كان قبلها، هي اللي قبل المباراه هو اللي كان الحكايه، يعني سيبك من دي، ده وادي ده حماده وده حماده تاني خالص. طبعا امبارح صحيت من النوم فتحت الموبايل لقيت بيدجات بتغطي وبتقول تحرك جماهير الزمالك في القطار للوصول لاسوان عشان مباراه الزمالك بكره قدام اسوان، وتحرك وفي تغطيات لتحرك جمهور الزمالك. انا قلت هو الزمالك هيلاعب اسوان الغيني ولا ايه؟ هو الزمالك هيلعب بره ارضه؟ هو ايه يا جماعه تحرك جمهور نادي الزمالك ومش عارفه ايه؟ حسيت ان في حاجه غريبه. وبعد كده لقيت فجاه جمهور الزمالك قاعد بينزل طبعا صور للوجبات اللي طبعا المستشار مرتضى منصور عاملها لهم، سندوتشين طبعا ولانشون وبتاع، الدنيا رايقه معاهم خالص بقى، وعصير وبتاع، وعايزين لا مش بس بيتفاخروا ان هم معاهم وجبات، لا ده كمان بداوا يتريقوا علينا اللي هو بس البجاحه. لكن سيبك من الوجبات خالص، وان هم مثلا بيتفاخروا بحاجه زي كده ان هو بيجيب لهم وجبات والكلام ده كله، ان هم باعوا مبادئهم وباعوا ناس راحوا زمايلهم واصحابهم وناس زمايلهم في السجن والكب بتاعهم في السجن. سيبك من الكلام ده كله عشان يعني سندوتشين وعلبه عصير، لا ده جاي بيتريق علينا
ويقول شوفوا الجمهور تاني لسه بيدفع الاقساط بتاعت ماتش الوداد، اللي راح يتلعب هناك، الجمهور اللي راح ودفع اقساطه كده. على الاقل دافعينه من جيبهم، محدش كسر عينهم وذللهم، ده كله من جيبهم. بيروحوا يحضروا ماتشات فريقهم من جيبهم، محدش بيدفعها لهم. بيروحوا يدفعوا الاقساط من جيبهم. بياكلوا في بيتهم قبل ما يروحوا، محدش كسر عينهم وبيديهم اكل ياكلوه. انت بس بتقارن ايه من ايه؟ ده انت اصلا الوضع اللي انت فيه ده تخجل منه. انت عارف انت يعني عشان سندوتشين وعلبه عصير انت بعت حاجات كتير قوي. طبعا فيريرا طلع بعد المباراه طبعا عنده حساسيه اسمها الاهلي، اللي هو انا ازاي مش هطلع اتكلم على الاهلي؟ معقوله؟ طلع قال، مش قال لهم مثلا عايز يتكلم يوجه نقد للفريق المنافس فيقول لهم مثلا انتوا فزتوا باخطاء تحكيميه، ان انتوا ما كنتوش مثلا احسن مننا في المباراه، لا يقول لهم ليه لعبتوا قدامنا كده؟ طب بقى نشوفكم قدام الاهلي هتلعبوا ازاي، نتمنى ان انت تلعبوا بالحماس ده قدام الاهلي. انت عندك مرض اسمه الاهلي، يعني عندك هس كده اسمه الاهلي. طب انت بتقول لهم يلعبوا هم قدام الاهلي ويكسبوا الاهلي؟ طب ما تكسب انت الاهلي، يعني ما تلعب انت قدام الاهلي وتكسب الاهلي، يعني ما تبقاش انت كزمالك الاهلي رايح جاي عليك طول تاريخه، يعني ماسكك كده فوز فوز فوز، عمرك ما فزت عليا في افريقيا اساسا، كل المواجهات المباشره لصالحنا ومبهدلك تاريخيا، وجاي تقول لي فريق اسوان روحوا اكسبوا الاهلي. طب ما تكسبني انت يا زمالك، تفوق عليا انت تاريخيا، وبعد كده روح قول لاسوان. ده انتوا ناس غريبه جدا. حلقتنا النهارده اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.